وقفنا الحلقه اللي فاتت عزيزي المشاهد لما الغوريلا قالت للواد سيتش انا بحبك ولا مؤاخذه يعني خدته معاها على البيت. فقبل ما نبدا الحلقه كده بالصلاه على النبي عزيزي المشاهد انت تنزل بسرعه تشترك في القناه يا اسطى وتعمل لايك للفيديو. اشتركت في القناه وعملت لايك للفيديو، يلا بقى نخش على الحلقه بتاعتنا. طبعا عزيزي المشاهد بعد ما الغوريلا شالت الواد سيتش وخدته معاها على البيت، طبعا انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل. طب البس السماعه بقى ووطي الصوت عزيزي المشاهد. اول ما الغوريلا دخلت هي والواد سيتش البيت عزيزي المشاهد راحت جاريه بسرعه وعامله له اكل. طبعا عزيزي المشاهد انت طموحاتك دلوقتي وقعت في الارض، اصل انت يعني مستني ايه اللي يحصل بين غوريلا وبني ادم عزيزي المشاهد؟ ها مستني ايه اللي يحصل يا يوسف؟ خيالك المريض ده هيودينا في داهيه على فكره. المهم بعد ما غوريلا عملت الاكل لواد سيتش قالت له اقعد ادفع ولا يا سيتش ده انا بحبك. سيتش قال لها يا ست انا مش عايز ادفع ولا عايز اتنيل، انا عايز امشي من هنا. قالت له بص بقى يا سيتش بالصلاه على النبي انت مش هتمشي من هنا يابا وانا بقيت مراتك خلاص. الواد سيتش اتجنن وقال لها مرات ايه وزفت ايه، بس انا انسان وانت غوريلا غبيه فهمي. راحت الغوريلا قالت له عم سيتش انا مش غوريلا انا اسمي ساريه، واقعد بقى ولا سيتش كله وما تغلبنيش معاه. والواد سيتش عزيزي المشاهد كان جعان جدا وبطنه لا مؤاخذه عمال تعمل في اصوات كده وحاجات من كتر الجوع. فالواد سيتش قال امري لله انا لازم اكل لان شكلي بقى عرة وبطني عمال تعمل اصوات غريبه بصراحه. واول ما الواد سيتش كان مسبهل ومش مصدق نفسه، الاكل طعمه حلو جدا عزيزي المشاهد. لا ومش بس كده، خد التقيل عزيزي المشاهد، ده الغوريلا راحت جايبه لبس الواد سيتش وقالت له خد يا ولا سيتش البس اللبس دوت انا مراتك حبيبتك وعامله لك بايديا. الواد سيتش كان هيتجنن وحصل له ايرور في دماغه، قال ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ الغوريلا بتعرف تعمل اكل وكمان طعمه حلو، لا ومش كده وبس دي عملت لي لبس كمان. فراحت الغوريلا رد عليه وقالت له شفت بقى يا سيتش انا عروسه جيده ازاي، بعرف اطبخ وبعرف اعمل هدوم وبصطاد وبخرب الدنيا. الواد سيتش راح قال لها وحات امك برضه لو عملتي ايه مش هتجوزك، يعني مش هتجوزك انت غوريلا وانا انسان. وفي يوم من الايام والغوريلا والواد سيتش قاعدين في الغابه وغوريلا عماله تصطاد سمك للواد سيتش عشان تاكله، والواد سيتش كان قاعد عامل زي النطع. ده اعظم الرجاله يا جدعان. الواد سيتش قال انا هستغل الموقف والغوريلا بتصطاد ومش واخده بالها مني وهجري واهرب منها. ولسه الواد سيتش بيلف عشان يهرب لقى عنكبوت كبير قوي عزيزي المشاهد واقف في وشه، واول ما الواد سيتش صرخ راحت الغوريلا جايه تجري وضربه العنكبوت وعامله معاه الهونجا بونجا ومطيراه في الجو. منظرك بقى عرق قوي ولا سيتش على فكره. تخيل انت لما تكون واحده هي اللي بتجيب لك الاكل وفي نفس الوقت هي اللي بتحميه، ويا ريتها واحده عاديه عزيزي المشاهد، يا ريتها واحده عاديه، دي غوريلا اتفخس على رجاله اخر زمن. وبعد ما الغوريلا بتخلص صيد بتاخد الواد سيتش على كتفها وبتروح البيت عشان تعمل له الاكل، والغوريلا بتعمل للواد سيتش الاكل وبتديهوله وبتقول له عارف ولا يا سيتش انا كنت خليت اتباعي من القرود يجمعوا 10 ثمرات من ثمار التطور، بس في حرامي كلب خسيس سرقهم مننا وانا لو شفته هفشخه ولا يا سيتش هفشخ وهخلي كل مجموعه القرود بتاعتي تعمل معاه الهونجا بونجا. فالواد سيتش بيقول في سر يا نهار اسود ومنيل يا نهار اسود ومنيل، الغوريلا ديت لو عرفت اللي انا اللي سرقت فاكهه التطور من القرود هتفشخ. فالواد سيتش بيقول للغوريلا وانا ممكن اقول لك على حاجه بس تسامحيني والنبي. فبتقول له حبيب قلبي قول انت تعمل اللي انت عايزه وانا مسامحاك، انت جوزي ولا يا سيتش، انت جوزي ولا يا سيتش. فالواد سيتش بيقول لها بغض النظر عن التخلف اللي انت بتقوليه وانا عمري ما هتجوزك لان انت غوريلا معفنه اساسا، بس بصراحه ربنا انا اللي سرقت فاكهه التطور من مجموعه القرود بتاعتي. فالغوريلا بتقول له هو انت اكلت 10 ثمرات تطور؟ فالواد سيتش بيقول لها بصراحه ربنا انا اكلتهم كلهم لاني ما كنتش لاقي حاجه كلها. فالغوريلا بتقول له طب خلي بالك بقى ولا يا سيتش لان اللي بياكل 11 ثمره تطور بيموت، وانت حتى الان يا سيتشي واكل 10 ثمرات تطور، فلو اكلت واحده تانية هتروح ورا مصنع الكراسي بالصلاه على النبي. وبيجي اليوم اللي بعده والغوريلا بتقول له انت هتخليك هنا ولا يا سيتشي وانا هطلع اصطاد لان انت امبارح لما جيت معايا للصيد كنت هتتفشخ مني. فالواد سيتشي بيقول لها طبعا يا غوريلا حبيبتي انا هستناكي هنا لحد اما انت تجيبي الاكل وترجعي. ومن موقعي هذا احب اقول للواد سيتشي اسفخس عليك يا رجوله، انت نموذج حقير. والواد سيتشي بيستغل الفرصه اول ما الغوريلا بتطلع تصطاد وبيهرب من البيت وبيفلق وبياخد ديله في اسنانه بالصلاه على النبي. واول ما الواد سيتشي بيطلع بره البيت الغوريلا بتحس بيه وبتجري وراه، والواد سيتشي بيجري وبيتف عليها وهو بيجري بيقول لها وحياة امك ما انا راجع تاني. وبيقعد الواد سيتشي يجري لحد اما بيلاقي نفسه قدام مغاره، ولما بيسمع صوت الغوريلا جاي من وراه بيخش يجري يستخبى جوه المغاره. والواد سيتشي وهو ماشي جوه المغاره بيلاقي باب كده يا جماعه شكله غريب قوي. فالواد سيتشي بيفتح الباب وبيخش، واول ما الواد سيتشي بيفتح الباب وبيخش بيلاقي واحد كده
شكله غريب جدا وعامل زي الهيكل العظمي وقاعد على كرسي، والهيكل العظمي ده بيتكلم وبيقول غريبه، انا اول مره بشري يجي عندي هنا، وطالما انت ايها البشري قدرت تفتح البوابه بتاعت الغرفه بتاعتي وتخش ده معناه انك قوي جدا. والواد سيتشي بيستخدم قدره التقييم عشان يقيم الشخص اللي قدامه ده، وبيعرف يا جماعه ان الشخص دوت او الهيكل العظمي دوت اسمه ملك الظلام. ومش بس كده يا جماعه، ملك الظلام دوت مستوى قوته هو المستوى ال 1500، وملك الظلام دوت بيقول له طالما انت قدرت توصل لحد هنا ايها البشري فانت لازم تقاتلني. فسيتشي بيقول له يا عم قتلك ايه يا عم، انت في المستوى ال 1500 يا عم. فملك الظلام ده بيقول له يا باشا ماليش دعوه، انت هتقاتلني يعني هتقاتلني. وملك الظلام دوت بيطلع سيفه يا جماعه وبيطعن الواد سيتشي، ولكن في اخر لحظه عزيزي المشاهد الغوريلا ساريه هي اللي بتاخد الطعنه مكان سيتشي. الواد سيتشي بيتصدم وبيقول لا لا يا جماعه لا، كله الغوريلا ساريه لا. والواد سيتشي بيسألها انت ساعدتيني ليه؟ انت خدتي الطعنه مكاني ليه؟ ده انا على طول كنت بزعق لك وبقول عليكي غوريلا معفنه وشكلك وحش، انا ما استاهلش انك تضحي عشاني. فالغوريلا بتقول له ما تقولش كده ولا سيتشي، ما تقولش كده ابدا على نفسك ولا سيتشي، انا كنت فرحانه جدا بالوقت اللي قضيته معاك. والواد سيتشي بيغضب جدا وبيقاتل ملك الظلام دوت يا جماعه، بس ملك الظلام دوت بتكون قوته جباره بصراحه يا اخوان، بس الواد سيتشي ما بيستسلمش وبيستخدم كل قوته وبيقاتل ملك الظلام، وبتدور ما بينهم معركه طاحنه يا اخوان. وبيجي صوت للواد سيتشي وهو بيقاتل بيقول له تم اكتساب مهاره الرياح، والواد سيتشي بيستخدم الخنجر بتاعه وبيهجم على ملك الظلام دوت بمهاره الرياح، وبيستخدم اقوى قوه عنده وبيقدر يهزم اخيرا ملك الظلام يا جماعه. وملك الظلام دوت بيتصدم وبيقول معقوله اخيرا حد عرف يهزمني، وبيقول له واد سيتشي انا ممتن لك يا ولا سيتشي، انا ممتن لك يا ولا سيتشي انك حررتني من المكان دوت وهزمتني اخيرا. وجسم ملك الظلام بينور وبيختفي، في نفس الوقت جسم الغوريلا ساريه بينور جامد جدا يا جماعه. ومره واحده الغوريلا ساريه ديت بتتحول لبنت جميله جدا، بنت جميله خالص عزيزي المشاهد، بنت جميله قوي 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 عزيزي المشاهد، الله يخرب بيت السنجله عزيزي المشاهد. والبنت ديت بتجري على الواد سيتشي وبتحضنه وبتقول له اتجوزني يا ولا سيتشي. فالواد سيتشي بيقول لها انت مين انت يا ست انت، والغوريلا ساريه راحت فين؟ بتقول له معقوله انت مش عارفني يا سيتشي، انا الغوريلا ساريه يا سيتشي بس اتحولت على شكل تاني عادي يعني. وملك الظلام اللي الواد سيتشي خلص عليه بيظهر مكانه صندوق وكتاب، واول ما الواد سيتشي بيفتح الصندوق عزيزي المشاهد بيكتسب مهارات سحريه كتير جدا. والواد سيتشي بياخد الكتاب اللي ظهر لما ملك الظلام مات وبيفتح الكتاب وبيقراه، وبيكتشف ان ملك الظلام دوت كان شخص عادي. ومش بس كده عزيزي المشاهد، ده بيكتشف ان ملك الظلام دوت كان واحد من النبلاء وكبارات البلد، وكان عنده مهارات جامده جموده ومفيش منها اتنين في استخدام السيف، وكان بيدافع عن القرويين والناس الغلابه، وكان كل الناس والشعب كله بيحب. وده اللي خلى الامبراطور وحاكم البلاد يكره ملك الظلام، واللي بالمناسبه زمان ما كانش اسمه ملك الظلام، كان اسمه زيانوس. المهم الملك او الامبراطور كان بيغير من زيانوس جدا 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 عشان الناس كلها بتحب. فهنا عزيزي المشاهد تحصل الصدمه، الامبراطور بيلوف على مرات زيانوس وبيخونوه وبيطردوه كمان من البلاد، ومش بيتبقى لزيانوس غير الخادمه بتاعته واللي كان اسمها ماري واللي كانت بتحبه ومخلصه ليه. ولكن الامبراطور الوسخ ما كفاهوش اللي عمله في زيانوس. في يوم من الايام وفي زيانوس كان بره، دخل الامبراطور ورجالته وقتلوا الخادمه بتاعت زيانوس اللي اسمها ماري. ومن هنا يا جماعه زيانوس حزن حزن شديد جدا وتحول من زيانوس لملك الظلام. ومره واحده بيظهر قدام الواد سيتشي خروف سحر، وبيقول له واد سيتشي والبت ساريه انا اسمي خروف السحر، وانا بالصلاه على النبي المشرف على الديماس اللي انت دخلته يا ولا سيتشي وهزمت سيد الظلام فيه، وانا جاي اهنيك يا ولا سيتشي لانك اول واحد في التاريخ يقدر يهزم سيد الظلام، وانا بالصلاه على النبي جاي عشان اديك مكافئته. وخروف السحر دوت ادى للبت ساريه فستان جديد، وادى للواد سيتشي خوذه. الواد سيتشي قال له ايه يا عم الخوذه اللي انت مديهاني يا عم، ايه يا عم المكافاه الهلس والاي كلام دي يا عم. الخروف قال له بس اتك على الصبر بس يا ولا سيتشي، اتك على الصبر بس واستنى، الخوذه دي مش خوذه عاديه. الواد سيتشي قال له يعني بتعمل ايه يعني الخوذه دي؟ قال له الخوذه دي لما تيجي تاكل او تشرب هيتفتح لك مكان انك تاكل وتشرب منه. الواد سيتشي قال له انت مجنون يا عم الخروف انت ولا متخلف ولا انت عايز مني ايه بالظبط؟ راح الخروف قال لواد سيتشي انت وقتك انتهى لحد كده، وراح نقل الواد سيتشي والبت ماريا بره الديماس وبره الغابه كلها. والخروف راح متكلم وقال انا هستنى الواد سيتشي لحد اما اقابله تاني في المره القادمه. وشكل كده عزيزي المشاهد الخروف ده وراه حكايه كبيره. والواد سيتشي اول ما بيطلع من الغابه بيقول للبت ساريه بص يا بت يا ساريه يا بنتي انا رايح للمدينه، انت ناويه تيجي معايا ولا عايزه تنفصلي عني وتمشي لوحدك؟ راحت البت ساريه قالت له بكل حنيه يا ولا سيتشي انا هكون معاك اينما كنت ولا سيتشي، مهما رحت
رحت ومهما جيت يا ولا ستش انا هاجي معاك، وعمري ابدا 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 ما هسيبك يا ولا ستش. يا سلام على الحب وجمال الحب يا جماعه. فلو انت عايز تعرف عزيزي المشاهد ايه حكايه الخروف السحري اللي ظهر للواد ستش في الكهف دوت، وايه اللي هيحصل مع الواد ستش والبت ساريه، اشترك يا اسطى في القناه بسرعه يا اسطى وفعل زر الجرس يا اسطى، وانزل اعمل لايك للفيديو وحات امك لان ده بيشجعنا ان احنا نكمل. وكان معاكم نور من قناه ملخصات نور، وبس كده، سلام.